آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الأفاضل، حياكم الله وبياكم في كل مكان، وحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم شباب الصحاب، هذا البرنامج الذي يأتيكم من قناة سلام. أرحب بزميلي في الاستوديو الأستاذ أنس. حياك الله أخي أنس. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله المشاهدين الكرام. في البداية نرحب بكم جميعا ونذكر بآلية متابعة هذه الحلقة، إما عن طريق البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك. أستاذ عبد الرحمن، نود أن ننبه عن بعض الأمور كما جرت العادة. نعم، ممكن نذكر آلية البرنامج مرة أخرى. طبعا هذه المسابقة الرمضانية الكبرى هي مسابقة نتكلم فيها كل يوم أنا وزميلي أنس في الاستوديو عن صحابي دون ذكر اسمه، وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي من خلال ذكر مناقبه وفضائله وألقابه ومتى توفي ومتى ولد. طبعا الإجابات تكون عبر مسارين، إما عن طريق الاتصالات أو عن طريق الرسائل. الاتصالات تكون عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، وبالنسبة للتعليقات تكون في آخر منشور على صفحتنا على الفيسبوك. وأيضا ودنا ننوه على شغلة مهمة، أن الإجابات تكون فقط عبر التعليقات على المنشور الذي عرض في صفحتنا على الفيسبوك، بمعنى أن بعض الناس يعني من حرصه جزاه الله خير يجاوب على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة عبر الواتساب، وهذا يعني إجابته غير مقبولة، لأنه عندك مسارين، إما أن تتصل وإما أن تشارك عبر صفحتنا على الفيسبوك. نعم، ودنا الأخ أنس يذكر لنا الجوائز. بإذن الله عز وجل سيكون الاتصال الهاتفي عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة يوميا بإذن الله عز وجل، وسيكون قيمة الاتصال الهاتفي $400. سيتم فرزها إن شاء الله يوم الجمعة، بيكون جائز واحد إن شاء الله. وأيضا سيكون عن طريق التعليقات فائز واحد بإذن الله عز وجل يوم الجمعة. إذن عبد الرحمن، دعنا ندخل في صلب الموضوع لهذا اليوم، ألا وهو الجزئية المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاب نشأ في طاعة الله. جميل. الجزئية هذه مأخوذة من أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن ضمنها شاب نشأ في طاعة الله. نعم، ودانا يعني سبحان الله من هذا الحديث نستشعر عظم هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله على هذا العمل البسيط الذي هو شاب نشأ في طاعة الله، أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة، والجميع خائف وفزع من هذا اليوم، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني أنت في ظل الله، لا يوجد مكان أأمن من أن تكون في ظل الله وتحت رعايته وكنفه. سبحان الله. نعم. اللهم اجعلنا وإياكم وجميع المتابعين من الذين يستظلون بعرش الرحمن، اللهم آمين. لكن عبد الرحمن، هناك سؤال يدور في أذهان الجميع: لماذا خص الله عز وجل، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شاب نشأ في طاعة الله؟ لماذا خص في الحديث الشباب؟ جميل. نعم، هذا سؤال يدور في أذهان الجميع. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه شاب نشأ في طاعة الله، لم يذكر كبار السن أو من هذا القبيل، ذكر الشباب؟ فما الحكمة؟ يعني ممكن أنه يعني كان يعني من ممكن أن يقول أنه مسلم نشأ في طاعة الله، أو يعني تكون عامة. لماذا ذكر هذه الحقبة بالذات من الزمن التي هي غالبا تكون ما بين السن 15 إلى سن 40 وقيل إلى 30؟ هذه المرحلة هي المقصود بها في هذا الحديث، شاب نشأ في طاعة الله. ودنا أنس بأن تفيد المشاهدين بهذا الأمر. شاب نشأ في طاعة الله،
عادة ما يكون في الشباب روح العمل، فتجده يعني الشيخ الكبير الذي يرى أن أجله قد دنا وعمره قد فنى سهلة وميسرة. سبحان الله، يعني الرجل الكبير في السن لو ذكر مثلا في الحديث وقال مثلا رجل كبير نشأ في طاعة الله، يعني تحس ان الامر ميسر له. سبحان الله استاذ عبد الرحمن. لكن تجد في الشباب الصحة، وتجد الشباب فيهم من الشباب الصحيح المعافى، فيرى ذلك، يعني يرى فيه الامل ويرى فيه من ذا القبيل. نعم. ايضا صحة الشاب تجعله يعني يلتهي عن عبادة الله وينشغل بالملهيات والمشغلات، وسبحان الله النفس تهوى. نعم. وفي كما قال الشاعر: النفس كالطفل ان ترغمه شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. فسبحان الله النفس تحب ان تسلك طريق الراحة والسعة، وسبحان الله المعصية فيها لذة وليست لذة، يعني هي لذة وقتية، ولكن يعني هي ندامة على الإنسان طيلة عمره، لكن في لحظتها هي لذة. وسبحان الله النفس تهوى هذه اللذة، وثقيلة عليها أن تعبد الله عز وجل، وأن تطيع الله عز وجل، وأن تفعل بعض العبادات ثقيلة على النفس، إلا أن تحتاج أن تربيها. وخص الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه شاب نشأ في طاعة الله، أنه أقوم ما يكون على يعني أثقل ما يكون على الشاب هو أن ينصرف عن هذه الملهيات والمشغلات وينشغل بطاعة الله. أيضا عبد الرحمن، الشباب يعني في هذا الزمن لديهم الكثير ترى من المغريات وحب الشهوات واستمرار المعصيات، فتجد أن الأمور يعني أشبه ما تكون مكبل عليهم من جميع النواحي، فتجد المغريات في هذه الزمن كثر، وحب الشهوات أيضا ازداد جدا، عافانا الله وإياك يا عبد الرحمن وجميع المتابعين. بالإضافة لذلك أن يعني الشباب تجد فيهم صحة في البدن، وسبحان الله تشعر أن سبحان الله أو النبي صلى الله عليه وسلم يمخص الشباب لأن يوجد بهم الصحة في البدن، وأشبه ما يكون فيهم سرعة في الإدراك. نعم. وممكن يعني أن عندما نذكر شاب نشأ في طاعة الله ممكن نذكر بعض الأسباب التي تجعل الشاب ينشأ في طاعة الله، ومنها ندخل إلى صحابينا لهذا اليوم. أهم الأسباب التي أنا يعني أشوفها بوجهة نظري أن يكون البيت الذي تربى فيه بيت صالح. نعم. يعني المنطلق الذي انطلق به إلى الحياة، الأساس يكون أساس متين وأساس قوي، ألا وهو البيت الذي رضع منه وتربى فيه وسمع أول كلام فيه. وصحابينا لهذا اليوم الذي ولد في العام السادس من الهجرة تربى في أعظم بيت في الإسلام، ألا هو بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يلقب هذا الصحابي بالحب ابن الحب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب والده. فأنا أشوف أنه هذا المثال هو خير مثال لعنوان حلقتنا، ألا هو شاب نشأ في طاعة الله. أيضا عبد الرحمن، الصحابينا لهذه الحلقة ما عرف غير الإسلام، يعني سبحان الله ولد يعني الأبوين أمه وأبوه مسلمين، سبحان الله، يعني منذ نعمة أظفاره. نعم، ولد على الإسلام، سبحان الله عز وجل. نعم. وأيضا تشرف بأنه عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه يعني من شدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة الجليل الحسن بن علي يجلسان على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. يعني انظر إلى قرب المسافة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلسان على فخذيه ينظر إليهما ويدعو لهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يا له من شرف عظيم. أيضا بلا شرف، بلا أي موضوع أستاذ عبد الرحمن، بلا أي شك هذا شرف عظيم، سبحان الله. بل سبحان الله أن أمه كانت حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم. أمه سبحان الله كانت يعني حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هو بلا شك صحابينا هذه الحلقة عاش في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم،
فسبحان الله بلا شك يعني كلاهما أمور يعني يتمناها المرء سبحان الله. أيضا أستاذ عبد الرحمن من شدة محبته أو من شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له كان الناس في ذاك الزمن يستشفعون به. المقصد أن يذهبون مثلا إلى الصحابي الجليل يقولون اشفع لنا عند رسول الله. وأيضا من دلائل ذلك أن صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول عن أمه هذه بقية من أهل بيتي. سبحان الله. فجمع الأشياء جميلة جميلة جدا. يبدو أن صحابينا بدأ المشاهدين يتعرفون عليه. نستقبل أول اتصال. أخي الفاضل أهلا. الو السلام عليكم. تسمعني؟ ايه اسمع كلام. حياك الله أخي الفاضل، من معي ومن أي بلاد تكلمنا؟ الله يحييك ويبقيك. معك عبد العال ألوك من تركيا. حياك الله. من أي مدينة من تركيا؟ مدينة اسطنبول. حياك الله. حياك الله أخي عبد الهادي. هل لديك مشاركة حول عنوان حلقتنا ألا هو شاب نشأ في طاعة الله؟ والله أنا دائما أقول إنه يعني أنا أنصح دائما الشباب إنه يعني بما إنه دينيا يعني يقوون نفسهم وأيضا دنيويا، كون إنه يعني الشاب يكون من صغره يكون من صغره يعني يقول لك النقش نعم. يعني التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم نعم. جزاك الله خير أخي عبد الهادي. أنا أنصح إنه الشباب إنه يقولوا إنه يتعلموا أشياء الدنيوية والدينية مع بعض يعني. جزاك الله خير. هل تعرفت على صحابينا لهذا اليوم؟ إيه نعم نعم. تفضل. الصحابي الجليل إن شاء الله أسامة بن زيد بن الحارثة. أسامة بن زيد بن الحارث. تمام. جزاك الله خير يا أخي عبد الهادي، وانتظر إلى يوم الجمعة حتى ننظر إذا كانت إجابتك صحيحة أم لا. جزاك أخيرا يا عبد الهادي. نرجع عبد الرحمن إلى الموضوع اللي كنت أتكلم فيه قبل الاتصال، ألا وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستشفعون عند صاحب الحلقة الصحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أنه أمه كانت مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني عاش حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نواصل أستاذ عبد الرحمن دعنا نأخذ اتصال ونعود إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخوي. يا مرحبا. من معي ومن أين تكلمني؟ اسمك بالكامل. معكم بلال محمد سيد إبراهيم من اسطنبول. يا مرحبا يا مرحبا أستاذ بلال. هل تسنى لك معرفة صاحب الحلقة لهذا اليوم؟ نعم نعم. أسامة زيد بن حارثة. تمام تمام. الله يجزاك خير. انتظرنا إن شاء الله يوم الجمعة، نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك الفاضل أخي الكريم. مساءكم. ما أحمد هو علي. ما هو اسمكم الكريم؟ أحمد علي. أحمد علي. حياك الله أخي أحمد. هل عرفت من هو الصحابي الله لهذا يحييك. اليوم؟ نعم عرفت، أسامة بن زيد بن الحارث إن شاء الله. أسامة بن زيد بن الحارث. نعم. جزاك الله خير أخي أحمد. وإلى هنا نصل وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب،
بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ولنواصل سويا في هذه الرحلة المشوقة والممتعة مع أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ممكن احنا قبل ما نذكر الصحابي ومناقب ممكن نستقبل اتصال ونقول له السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ محمد عادل. محمد عادل، حياك الله أخي محمد عادل. هل عرفت من هو الصحابي لهذا اليوم؟ نعم، الصحابي الجليل أسامة بن زيد. الصحابي الجليل أسامة بن زيد. من أين تكلمنا أخي الفاضل؟ من السودان. من السودان، حياك الله أخي. استلمنا إجابتك وبإذن الله ينتظرك حظا طيبا. لعلنا ناخذ اتصال آخر. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أختي الفاضلة، عرفينا عن اسمك ومن أين تكلمينا. أنا اسمي علي جمال. علي جمال؟ نعم. أي نعم، تفضل أخي علي جمال. من أين تكلمنا أستاذ علي جمال؟ من إسطنبول. من إسطنبول. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذا الحلقة؟ نعم، أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد رضي الله عنه. انتظرنا إن شاء الله يوم الجمعة أخي، بإذن الله عز وجل سنذكر إن شاء الله أسماء الفائزين، ونتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا بإذن الله. وإلى اتصال آخر ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك صهيب عبد الحافظ من السودان. حياك الله أخي صهيب، يا مرحبا. من أين تكلمنا؟ من السودان صحيح؟ أيوة من السودان. حياك الله أخي. من هو الصحابي لهذا اليوم؟ هل تعرفت عليه؟ إن شاء الله يكون أسامة بن زيد. إن شاء الله يكون أسامة بن زيد، ونحن نتمنى لك حظا طيبا يوم الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله. ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يبدأ عبد الرحمن أن الاتصال سيعود بعد قليل. نرجع إلى محور حديثنا، ألا وهو شاب نشأ في طاعة الله. وقبل أن نبدأ به يبدو أن الاتصال عاد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخوي. عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا. معك وليد محمد عبد الجليل من السودان. وليد محمد عبد الجليل من السودان. هل يا أستاذ وليد تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي الجليل هو أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنه. رضي الله عنه، أسامة بن زيد. هل ثبت إجابتك ولا؟ ألو ثبت إجابته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما اسمكم، من أين تكلمنا؟ أريج محمد عبد الله من اسطنبول. الاسم مرة أخرى؟ أريج محمد عبد الله. حياك الله أختي أريج. هل تعرفتي على ضيفنا لهذه الحلقة وصحابينا لهذه الحلقة؟ نعم. تفضلي.
أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. نتمنى لك حظا طيبا أختي عريج. شكرا جزيلا على الاتصال. ناخذ اتصال أستاذ عبد الرحمن. نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخوي. عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ اسمي موسى كبيرة، أكلمك من اسطنبول. موسى ابن من؟ موسى كبيرة. موسى كبيري، يا مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ موسى. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذا اليوم؟ أيوة، أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنه. أسامة بن زيد بن الحارث. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله، وننتظر إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. طيب إلى اتصال آخر. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، بخير ولله الحمد. من معي؟ معك بكر عادل من السودان. أهلا وسهلا أستاذ بكري عادل، يا مرحبا. هل تعرفت على الصحابي لهذا اليوم؟ أيوة الحمد لله. الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه. الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه. شاكر لك اتصالك يا أخي أبا بكري. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي. عرفنا عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ مازن محمد أحمد محمد الحسن من دولة السودان. أحمد محمد حسن. مازن محمد أحمد. مازن محمد أحمد. يا مرحبا يا مرحبا أستاذ مازن، حياك الله. هل وصلت إلى معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ والله إن شاء الله أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. نتمنى لك إن شاء الله أستاذ مازن حظا طيبا، وترقبنا إن شاء الله يوم الجمعة. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ لا. أختي آلاء، الله يحفظك، الاسم بالكامل؟ آلاء الإمام. آلاء الإمام، حياك الله أختي آلاء. هل تعرفتي على الصحابي لهذه الحلقة؟ أيوة، أسامة بن زيد بن الحارثة. أسامة بن زيد بن الحارثة. ألو، السلام عليكم. على تواصلك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. ممكن أجاوب على السؤال؟ ممكن. هل يعني تعرفتي على الصحابي لهذه الحلقة؟ وعرفينا عن اسمك. نعم، أنا غدير يوسف. اسم الصحابي أسامة بن زيد. غدير يوسف. من أين تكلمين أختي غدير؟ من تركيا. من تركيا، يا مرحبا يا مرحبا أختي غدير. الصحابي أهلا فيك. الصحابي من؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. نتمنى لك حظا طيبا أختي غدير، وترقبينا يوم الجمعة إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الفاضل، من معي؟ عبد الرحمن عبد القادر. عبد الرحمن عبد القادر، حياك الله أخي عبد الرحمن. هل تعرفت على صحابينا لهذا اليوم؟ إيه، أسامة بن زيد بن حارث. أسامة بن زيد، حياك الله أخي الفاضل، أتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمني؟ مودة فتح العليم من دولة السودان. الاسم الأول معليش؟ ألو، السلام عليكم. مودة فتح العليم من السودان. حياك الله حياك الله أختي. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنه. أسامة بن زيد. أتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا، ترقبينا إن شاء الله يوم الجمعة. حياكم الله. حياكم الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
لعل الاتصال انقطع، ممكن تعاودنا مرة أخرى. ممكن نوه المشاهدين الكرام أنه لكثرة الاتصالات يعني ممكن يعني لا ما يشبك الخط معاهم، يعني يعاودون اتصال مرة أخرى إلى أن يعني يضبط الخط معاهم. ممكن نستقبل آخر اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ فاطمة محمد أحمد من السودان. فاطمة محمد أحمد، حياك الله أختي فاطمة. هل تعرفتي على الصحابي؟ الله يحييك. أيوة إن شاء الله. الصحابي هو أسامة بن زيد. الصحابي أسامة بن زيد. جزيت خيرا أختي فاطمة، وانتظري بإذن الله يوم الجمعة للسحب الكبير. قبل الختام أخي عبد الرحمن ناخذ اتصال أخير، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. عرفني عن اسمك بالكامل ومن أين تكلمنا. عبد الرحمن سر الخاتم عبد الرحمن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. من وين تكلمنا أستاذ عبد الرحمن؟ من الخرطوم السودان. يا مرحبا يا مرحبا بأهل الخرطوم. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم إن شاء الله. طيب اذكر لي اسمه الله يجزاك خير. الصحابي الجليل أسامة بن زيد من الخرطوم. نتمنى لك إن شاء الله حظا طيبا أستاذ عبد الرحمن. ترقبنا إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. في الختام أستاذ عبد الرحمن نختم بأبيات يقول في مطلعها الشاعر: هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاقتدي. بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد. الإخوة والأخوات، ها نحن الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أحييكم وأحيي ضيفي وزميلي في التقديم عبد الرحمن. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن. محدثكم أنس بن بيان يحييكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5:30. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا أبورحي رمضان